أهلا بيكم في حلقة جديدة من رضوى ورضوى، برنامج بودكاست هدفنا فيه تبسيط العلوم ونشر الوعي الصحي. كل حلقة بننزلها بأربع أشكال، بالعربي وبالإنجليزي وبشكل صوتي بس يعني بودكاست، وشكل فيديو هنا على يوتيوب. وهتلاقوا كل الروابط في وصف الفيديو ده، والمراجع بتاعتنا كمان هتلاقوها في الوصف تحت. معاكم رضوى عويشة، ورضوى شرف. دكاترة في كلية صيدلة. حلقتنا النهاردة هنكمل فيها كلام عن الحمض النووي. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن ال DNA، فالنهاردة هنتكلم عن ال RNA. رضوى، ايه هو ال RNA؟ الحقيقة يا رضوى ال RNA في منه أكتر من نوع. معظم الناس لو ما حددوش ايه النوع بالظبط اللي احنا بنتكلم عليه، غالبا بيبقى قصدهم على نوع اسمه mRNA. M اختصار مسج رسالة، وده لأن مكونه الكيميائي هو حمض نووي ريبوزي بيسمى مرسال أو رسول. طب يعني ايه بقى مرسال أو رسول، وليه هو أصلا رسول؟ احنا زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت، احنا موجود جوه النواة بتاعة الخلايا بتاعتنا. كل خلية فيها نسخة من ال DNA، الحمض النووي الوراثي بتاعنا. وال DNA مهم جدا، واحنا عايزين نحافظ عليه من ان هو يتكسر بعوامل خارجية او ان هو يتغير التسلسل الحروف بتاعته. وبالتالي الخلية لما بتكون عايزة تستخدم الحمض النووي بتاع ال DNA علشان تصنع بروتينات، مش ال DNA نفسه بتحاول تحافظ عليه جوه النواة، فبتعمل نسخة منه. النسخة دي اسمها mRNA. النسخة دي بقى مفيش مشكلة خالص إن هي تطلع بره النواة وتستخدم في تصنيع البروتينات، وبعدين في الآخر بعد ما النسخة خلاص مش محتاجينها ممكن تتكسر، ومفيش خطر على الحمض النووي بتاع ال DNA اللي احنا ما زلنا محافظين عليه جوه النواة. بالعكس كمان، ده الخلية تقدر إن هي تتحكم في كمية البروتين اللي بيتصنع في أي مرحلة ما عن طريق النسخة دي. تحافظ عليها فترة قد إيه؟ لو النسخة اتحافظ عليها من التكسير فترة طويلة، معناه إن هي ممكن تستخدم عشان تصنع كمية بروتين كتيرة لفترة طويلة. أو العكس، لو النسخة دي اتكسرت بسرعة مرة واحدة، يبقى كمية البروتين اللي هتتصنع هتبقى قليلة لفترة قليلة علشان تواجه العوامل الخارجية. جميل جدا. طب انتي المرة اللي فاتت قلتي ان ال DNA هو بيكون واحد في الخلايا كلها، يعني نسخة واحدة فيهم كلهم. هل ال RNA برضو نفس الكلام؟ يعني هي نفس ال RNA في كل الخلايا في جسمنا؟ هنا بقى الإجابة هتكون لأ، هي ال DNA هي بالظبط في كل الخلايا، لكن ال RNA مش هي في كل الخلايا. نوع الخلية ووظيفتها هو اللي بيحدد أنهي أجزاء من ال DNA اللي هتتنسخ، هنصنع منها RNA علشان تطلع الرسالة بره النواة ونصنع البروتينات. ففي بعض أنواع البروتينات معظم الخلايا بتاعتنا بتحتاجها، مثلا بروتينات مهمة علشان الخلية تنقسم. فهنلاقي إن البروتينات دي ال RNA بتاعها موجود في معظم الخلايا، الرسالة بتاعتها موجودة في معظم الخلايا. بس في أنواع بروتينات تانية مخصوصة في خلايا معينة. يعني مثلا بروتين الأنسولين ده مخصوص بيتصنع في نوع خلايا من خلايا البنكرياس. بالتالي الرسالة أو ال RNA بتاعة بروتين الأنسولين موجود فقط في الخلايا اللي بتصنعه. برضو الخلايا اللي بتصنع صبغة الميلانين اللي موجودة في الجلد، الرسالة بتاعت الصبغة بتاعت الميلانين موجودة فقط في الخلايا اللي بتصنع الصبغة دي في الجلد. واحنا بقى علميا نقدر نعمل تجارب علشان نعرف ونحدد نوع الخلية من محتواها من ال RNA. يعني لما حد يديني محتويات ال RNA بتاعت الخلية، نقدر ان احنا نتنبأ نوعها عن طريق ان احنا نشوف ايه الرسائل اللي متصنعة جوه الخلية دي، وبالتالي اتنبأ ايه الخلية دي نوعها ايه. جميل أوي. يعني احنا ممكن مثلا نفكر في جسم الإنسان ده زي كده كأنه مشروع، وإن احنا عندنا كتاب واحد كبير فيه كل الخطة بتاعة المشروع. لكن مثلا لو عايزين نعمل عمارة واحد، فلازم نفتح الفصل اللي فيه الخطة بتاعة عمارة واحد، وهو ده بس اللي هننسخه. فالكتاب الكبير هو ال DNA، والفصل اللي هيتنسخ هو ال RNA. صح كده؟ مظبوط، جميل، ده تشبيه حلو قوي. طيب قولي لي بقى ازاي نقدر ندرس ال RNA ده؟ هل نقدر نعرف التسلسل بتاعه زي ال DNA بقى كده بالظبط؟
مظبوط، احنا زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت احنا ممكن نعمل تجارب نعرف بيها تسلسل حروف ال DNA، وزيها بالظبط ممكن نعمل تجارب نعمل تسلسل حروف ال RNA نعرفهم. ودي حاجة مهمة عموما للبحث العلمي، وكمان مهمة قوي زي ما هنتكلم المرة الجاية لبعض الفيروسات، لأن بعض الفيروسات ما عندهمش DNA. يعني احنا في خلية الجسم الطبيعية احنا عندنا DNA محافظين عليه في النواة، بنصنع رسالة RNA نطلعها بره النواة. بس بعض الفيروسات ما عندهمش DNA، عندهم RNA فقط. فزي ما هنشوف دي هتبقى مهمة جدا ان احنا نعرف التسلسل، علشان تساعدنا بعد كده ان احنا نعمل تطعيمات زي ما كلنا عارفين. واللطيف بقى في الموضوع ان احنا لو عرفنا تسلسل الحروف احنا ممكن نتكهن طبيعة البروتينات اللي متصنعة، حتى لو احنا ما نعرفش الرسالة دي رسالة جديدة، تسلسل حروف جديد من ال RNA احنا علميا ما شفناهوش قبل كده. بس ممكن بناء على تسلسل الحروف دي نقول كده نخمن غالبا البروتين دوت هيبقى الهدف بتاعه او وظيفته ايه. جميل جدا، شكرا يا رضوى. موضوع ال RNA ده بقى يهم ناس كتير من ساعة التطعيمات بتاعة الكورونا اللي فيها RNA. وبس عشان نلخص، هو ال RNA ده موجود في كل الخلايا بتاعة الإنسان بكميات ونسب متفاوتة على حسب نوعها. تسلسل الحروف فيها تسلسل زي ال DNA. وفي فيروسات محتواها RNA بس. وإن شاء الله في الحلقة اللي جاية هنتكلم على تطعيمات ال RNA. شكرا ليكم. نتمنى تكون حلقتنا النهاردة عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في قناة البودكاست واليوتيوب عشان تسمعوا الحلقات الجديدة من برنامجنا، وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا إشعارات لما ننزل حلقات جديدة. ولو في موضوع معين حابين نتكلم فيه تقدروا تتواصلوا معنا على فيسبوك وإنستجرام وتويتر تحت اسم رضوى أن رضوى، أو تسيبوا لنا تعليق على فيديو اليوتيوب. شكرا لوقتكم ونشوفكم في الحلقة الجديدة إن شاء الله.